حبايب هلا، السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل أكلة بسيطة كده جميلة يا حبيبة قلبي. هتعجبك وهتعجب أولادك، وهتكون خفيفة عليكي، ومش هتقف في المطبخ كبير كده، وتطلعي منه في أقل وقت وبأقل مجهود. هنعمل كده يا حبيبة قلبي النهاردة شوية الرز بالخلطة دول، والشيبس ازاي هعلمك أسرار الشيبس يكون مقرمش كده، ومش هتشتري تاني الشيبس من بره، وهيكون كده حاجة جميلة. ويلا بينا نبدأ. معانا كده يا حبيبة قلبي حوالي قرنين فلفل كده متخرطين كده عشوائي زي ما انتوا شايفين. هنحتاج كبد وقوانص، بس الكبد لوحدها والقوانص لوحدها، لان كل واحد من دول هتتعامل مع نفسها. ومعانا بصلتين كبار متقطعين زي ما انت شايفة كده، قطع يعني عادي، يعني عشوائية كده، لا كبيرة ولا صغيرة. وطماطماية، والرز على حسب رغبتك هنغسله ونصفيه. ومعانا بطاطس يا حبيبة قلبي مخرطاها انا كده شيبسي، ولو انت عايزة تخرطيها صوابع تعملها صوابع، فديت ترجع لراحتك انت. دي كل المكونات البسيطة اللي عندنا في البيت. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا ونحطها على النار، ونحط فيها حوالي كده 3 4 معالق زيت. ما تكتريش الزيت لان لسه هنحط زبدة. هننزل بقى بنص البصل اللي احنا عملناه، ناخد نصه ونسيب نص التاني. ما تنسوش تصلوا على الرسول وتذكروا الله كتير. وطول ما انت واقف في المطبخ كده يا حبيبة قلبي تاخدي حسنات وتاخدي ثواب، علشان الأكل يطلع فيه بركة كده، دايما تكوني راضية ربنا طبعا. وهنحط بقى مكعبين زبدة ونسيبهم لأن احنا هنحط الرز في الخلطة دي. فما تقلقيش، حط الزبدة كده مكعبين زبدة حلوين كده وسط مع الزيت، وشوحي بهم البصلة. بس ما تحطيش الزبدة في الأول عشان ما تحرقش معاكي كده وتعمل ايه وتسمر. فانت هتستني شوية كده بعد ما تشوحي البصلة وتحط مكعبات الزبدة. وبعدها بقى شوية يا حبيبتي كده بعد ما نحس ان هي اتشوحت، هننزل بالكبدة بتاعتنا. بعد طبعا يا حبيبتي بعد ما نغسلها كويس قوي يعني بالليمون، لان انت عارفين الكبده لازم تنغسل حلو جدا بالليمون. هنغطي بعلاقه كده حوالي 5 دقايق من غير ما نقلبها. بعدين نرجع يا حبيبه قلبي نقلبها كده، ونفضل نقلب فيها من غير ما نغطيها. يعني نفضل كده حوالي زي 5 دقايق نقلب فيها كده لحد ما تتحمر زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين نضيف عليها الفلفل ده بقى اختياري، يعني وانتوا ما بتحبوش الفلفل ممكن ما تضيفوش عادي. هناخد بس نص الفلفل كده، حوالي 3 4 شرايح كده ونحطهم. لو انتوا ما بتحبوش الفلفل ما تحطوهوش. هنغطي على حوالي برضو 5 دقايق كده على نار متوسطة، ونرجع نقلب تاني لحد ما نخليها بالمنظر اللي انتوا شايفينها دي. انا قلت لك لو الفلفل ما انتش عاوزاه ما تحطهوش. هنحط طبعا نص معلقه بهارات فراخ، وهنحط نص معلقه كمون وكزبره، ونقلب فيها زي ما انت شايفاني كده يا حبيبه قلبي لحد ما تسخن وتكون خلاص هي كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنغسل بقى الرز كويس جدا ونصفيه، ما نخلوش فيه ميه خالص، وننزل عليه كده ونفضل نشوح فيه بالمعلقه كده فتره كبيره يعني. ما نزودوش بقى ما نزودوش الميه غير لما نحس ان احنا قلبنا كويس جدا جدا. زي ما انت شايفاني بعمل كده يا حبيبه قلبي، حوالي كده 5 دقايق تفضلي او 3 دقايق كده تفضلي تقلبي فيه زي ما انت شايفه كده. هنحط معاه بقى في المرحله دي نص معلقه ملح ونص معلقه كركم كده كبيره. ولو انت حسيت ان لسه برضو الكركم ما عملش معاه ممكن تحطي حبه صغيرين كمان. طبعا الطماطمية اللي احنا كنا مقطعينها سوا في الاول هنحطوها. ما تقلقيش، كل ده بعد الرز ما بطيب ما بتلاقيهوش، ولا بتشوف الطماطم ولا بتشوف الفلفل غير بسيط جدا. فانت ما تقلقيش يعني من ان انت حاطه الطماطم والفلفل، كل ده هيختفي معاكي مع الطياب. هنفضل كده نقلب فيه كده، كل ده لسه ما زودناش الميه ومش هنزود الميه دلوقتي غير لما نفضل نشوح فيه ما يكونش فيه اي سوائل خالص. زي ما انت شايفه انا بعمل كده يا حبيبتي، انا ما برضاش برضو بطألك المرحله دي. هنزوده بقى يا حبيبه قلبي كده الميه بتاعته الطبيعيه جدا. يعني لا ما تزوديش ميه زياده عن اللزوم. تزويد الرز العاديه خالص، لان الكبده اصلا ما بتاخدش طياب، وانا ما حطيتش القوانص عشان كده. يعني انا عارفه ان القوانص بتاخد شويه طياب عن الكبده. فانا دلوقتي هنعملوها مع بعض وهتشوفيني وانا بعملها.
وهنشيل بقى يا حبيبة قلبي الحل على عين التانية كده زي ما انت شايفاني على نار عالية لحد ما الرز يشرب المية بتاعته. وهنحط كده حوالي معلقتين زيت، ما تكتريش لان القوانص بيكون فيها دهون. يعني انت كده يا حبيبتي معلقتين زيت بكتيره. وهننزل بقى ايه بالقوانص بتاعتنا برضو بعد ما نغسلها كويس جدا بالليمون. وهننزل بها بقى كده بعد الزيت ما يسخن يا حبيبتي زي ما هتشوفيني بعمل كده. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتقولوا رايكم، وانا بتقبل الراي والحمد لله. وما تنسوش تصلي على الرسول وتذكري ربنا كتير وانت شغاله، طبعا دي فرصه ان انت مع نفسك كده وبتعملي اكلك تذكري ربنا كتير. هننزل بقى، ما تنسيش تتابع الرز جنبك. اول ما الرز تحس انه خلاص شرب الميه بتاعته توطي عليه. هو دلوقتي لسه بيتشرب، وانا طبعا نقلته زي ما انت شايفاني وبشوح كده في القوانص زي ما انت شايفاني كده بشويه الزيت. وكل الدهون دي كانت منها هي. طبعا زي ما انت شايفاني بوريك ان الرز لسه فيه ميه، فاحنا طول ما هو فيه ميه النار بتاعته عاليه. هنقلب كده يا حبيبه قلبي زي ما انت شايفاني بعمل القوانص كده. وهننزل بباقي البصل اللي احنا كنا مخليينه، ونفضل برضو نقلب فيه كده كل ده من غير ما تغطيه. ما تغطيهوش خالص غير في المرحله الاخرانيه. خلاص هنا الرز يا حبيبه قلبي كان خلاص كده شرب كل الميه بتاعته، قرب خلاص يشربها. نقلبه كده يا حبيبه قلبي حلو خالص. ما تنسيش تحط توقيه وتحط الملح بتاعه، وتحطي مكعب مرقه. انا برضو حطيت بس كانت ما كانتش متصوره ان انا وانا بحط مرقه الدجاج ما كانتش متصوره. هنولع بقى يا حبيبتي العين التانية كده ونوطيها زي ما انت شايفاني كده. انا بوريكم كل حاجة عشان البنات الصغيرين اللي مش عارفين يعرفوا. هنوطوا كده زي ما انتوا شايفين، وننقل الحلة بقى كده تشرب براحتها خالص على احنا ما نخلص بقية الاكل. هنروح بقى يا حبيبة قلبي على القوانص برضو. تتابعي اكلك كده وانت واقفة في المطبخ عشان كمان ما تغيبيش. تابعي اكلك كده يا حبيبتي. وتحطي برضو باقي الفلفل وباقي الطماطم وتغطي عليها بقى كده ايه على نار هادية كده، تتشوح وتطيب مع ايه وتستوي مع نفسها. كده بقى يا حبيبة قلبي انا بعمل عايزة احلى شيبسي ممكن تاكليه. حط معلقة خل، نص معلقة ملح، نص ليمونة، وتسيبي كده نص الليمونة فيها عشان تديها الطعم. دي كانت المرحلة دي انا عملتها وانا لسه بوريك المكونات في الاول خالص. هنسخن الزيت بقى كده ونحمر الشيبسي ونرجع لكم تاني وانتي عاملة احلى شوية شيبسي يا حبيبة قلبي. ما تنسونيش بدعواتكم الحلوة، وانا بحبكم في الله. ويا رب دايما كده يكون عند حسن ظنكم. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. انا كنت بعمل معاكم البطاطس كده الرز كان استوى وكان جميل بسم الله ما شاء الله. بوريكم كل حاجة. والبطاطس كمان حمرتها وكانت مقرمشة جدا زي اللي بتنشري واحسن من اللي بتنشري. وده كان الشكل النهائي كله في طبق واحد كده حاجة جميلة. ممكن بقى مش عايزة